يلا الحقي بقى خزنيها لرمضان قبل ما تغلى تاني. يلا بقى نعمل مع بعض اجمل واحلى صلصة جميلة جدا جدا جدا. رخصت بقى الطماطم دلوقتي في السوق وبقت جميلة وحلوة كلها ومسكرة حاجة كده قمر. يلا بقى نعمل مع بعض اجمل واحلى صلصة. دي طماطم مدورة، لازم نجيبها مدورة كده وحلوة. ما تكونش الطماطمية الطويلة كده، نجيبها طماطم مدورة وحلوة كده، بتفرق قوي في طعم الصلصة. بتخلي الصلصة كده مسكرة وطعمة قوي. هاجيب الطماطم وهغسلها كويس قوي، وهنشفها طبعا، اصفيها من الميه بتاعتها، وهقطعها بقى كده اتنين، واشيل الحته اللي بتبقى فوق دي. ممكن نشيل الحته بس ونسيبها سليمه يعني براحتك. إيه، ممكن تعمليها بقى زي ما انا عملتها كده. وهقطعها بقى كده، دول 2 كيلو طماطم، وهقطعهم بقى واحط في الحله على طول. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هحطها على البوتاجاز من غير ولا نقطة مية، من غير ما احط مية خالص. تمام، البخار بتاعها هو اللي هيسويها. طبعا الصلصة دي بالطريقة دي بتقعد معاكي بالسنة، مش قادرة اقولك بقى، بتحفظيها كده في التلاجة بتقعد معاكي كتير قوي. هتعمليها بقى بالطريقة ديت كده. بعد ما احطها على البوتاجاز هسيبها بقى لحد ما تستوي المية بتاعتها، هوطي عليها النار، هتطلع بالمنظر ده بقى كده. هصفيها هضربها في الخلاط كويس قوي لحد ما تبقى عصير طماطم ناعم قوي قوي قوي، بس تقيل بقى جدا زي ما انت شايفة كده. هاعمل إيه بقى، هاصفّيه كويس أوي، لحد أمّا أصفّيه كويس جدًا والبذور بتاعته والقشر بتاعة الطماطم تطلع كلّها كويس في المصفى. بعد كده بقى هارجّعها على البوتاجاز تاني، هاورّيها لكم دلوقتي تاني برضه. هنا بقى كنت صفّيتها، القشر بقى والبذر طالع بالشكل ده كده. هاعمل إيه بقى، هاشيلها تاني كده بالطريقة دي كده كلّها زي ما هي كده، وهاحطها على البوتاجاز، بدون أي إضافات ولا حاجة تاني خالص. هاحط يا دوب بس نُص معلقة سكر بس، دي تحفظها وعشان حموضة الطماطم، بس نُص معلقة سكر بس. هقلبها بقى معاها، وهسيبها بقى تتسبك كده كويس، ولا اي لون بقى ولا اي حاجه خالص. حاجه كده قمر، شايفه المنظر، شايفه الجمال. هي بتفرق بقى في حلاوه الطماطم. نقي الطماطميه الحلوه السليمه الحلوه كده النظيفه، الطماطميه المدوره الحلوه كده تطلع معاكي اجمل صلصه. هحطها بقى في برطمان، او ممكن تحطيها في اكياس تحطيها في الفريزر. دي بقى عشان انا هستخدمها، احطها بقى في التلاجة من تحت. احط على وشها كده معلقه زيت، تقعد معاكي بقى بالشهر كده في التلاجة. شايفة الجمال، حاجة بقى كده قمر قمر. جربوها والله هتعجبكم قوي، ونضيفة جدا جدا، وضمنها في البيت، وحاجة انتي عاملاها بايديكي. شايفة القوام بتاعها، حاجة كده جميلة وبيور قوي قوي. تستخدميها بقى في اي حاجة. يلا بقى متنسوش تعملوا لايك، يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.